السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل أي حاجة ندعي لإخواتنا المستضعفين، ربنا ينصرهم نصر تتعجب ليه أهل السماوات والأرض، وربنا يفديهم وينجيهم يا رب العالمين، قولوا آمين. قبل اي حاجة بقى كده ما تنسوش تحطولي اللايك وتصلوا على الحبيب، ويلا نبدأ وصفتنا على طول. النهاردة بقى نعمل اندوناتس بطريقة تحفة، بطريقة جميلة جدا، ولو بتشتريه من بره مش هتجيبيه تاني من بعد ما تشوفي الوصفة دي. معانا هنا بولة هنضيف فيها كوبايتين من الحليب، ومعلقتين كبار من الخميرة، ده مقادير كيلو، وثلاث معالق سكر كبار. تمام، هنقلب المكونات دي كلها على بعضها. اول ما نلاقي الخميرة عملت فقاعة على الوش كده يبقى العجينة بتاعتنا تمام، يبقى الخميرة بتاعتنا سوري تمام. هنضيف نص كوباية سمنة على زيت، وهنضيف 3 حبات من البيض ونقطتين من الفانيليا. هنقلب السوائل دي كلها على بعضها كويس جدا. بعد كده هننزل بكيلو دقيق، لازم ننخله كويس جدا. ده مقادير كيلو، لو هتعملي نص كيلو ضعفي اللي من المقادير زي ما انتم ما شايفين كده. اهم حاجة ان احنا نعجنه كويس جدا، عشان لو العجينة عجنتها كويس جدا وطلعت مظبوطة يبقى هيطلع معاكي نفس الطريقة ونفس المكونات حلوة قوي. طبعا هيحتاج معانا نص كوباية حليب، يبقى كده خد معانا كوبايتين ونص حليب. هنفضل نعجن فيها لحد ما تبقى عجينة قطعة واحدة في ايدينا وملمسها ناعم كده زي ما انتم ما شايفين، وهنسيبها لمدة نص ساعة بس لحد ما حجمها يتضاعف معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. والرخامة طبعا مغسولة ومتعقمة كويس جدا، دهناها دهنة من الزيت عشان ما تلزقش عليها، وهنكورها كور بالشكل ده زي ما انتم ما شايفين، طبعا بغطاء ازازة. وهنعمل الشكل ده كده زي ما انتم ما شايفين بعد ما نقطعها على طول ونسيبها تختمر لمدة 10 دقايق، ونغطيها بفوطة او بحاجة عشان تختمر كويس جدا. طبعا بتعملي الشكل اللي انتي عايزة تعمليه اهو زي ما انتم ما شايفين كده. هنا بقى معانا زيت مش كتير عادي، يعني كوبايتين زيت او كوباية ونص، والزيت يكون ما يكونش سخن قوي، عادي يكون وسط على نار هادية كده. ونحط فيه الاندونات زي ما انتم ما شايفين كده، هياخد لون معانا بس وهنطلعه زي ما انتم ما شايفين ما شاء الله. حجمه بيتضاعف في الزيت وعلى نار هادية، ما نعليش النار كويس عشان ما تطلعش معجنة معانا. تمام بالشكل ده زي ما انتم ما شايفين كده. دي بقى اللي انا سبتها سليمة ما عملتهاش من النص، بجد عملت كمية حلوة ما شاء الله زي ما انتم ما شايفين. بنسيبه يبرد ويهدى خالص زي ما انتم ما شايفين ما شاء الله. اول ما بنعملها نضمها في ايدينا كده وتعمل بالشكل ده، اعرفوا ان هي ناجحة معانا، تبقى قطمية وهشة ومش معجنة من جوه. بجد الطريقة سهلة وجميلة جدا، وتنفع في اللانش بوكس وبيها الأولاد وفي عيد ميلاد، تنفع في أي حاجة انت حابة تعمليها. لو وصلتوا لحد هنا بقى ما تنسوش اللايك وتصلوا على الرسول. ما شاء الله قطمية زي ما انتم ما شايفين كده وجميلة جدا. هنسيبها بقى تهدى خالص، وبعد كده هنلفها بورق باسترتش عشان تبقى طرية كده وهشة قطمية معايا اهو بالشكل ده زي ما انتم ما شايفين. معانا شوكولاتة، معانا في الماسور، معانا فول سوداني مطحون طحننا عشان يدي بس ايه شكل حلو. نحطها في الشوكولاتة ونزينها بقى بأي شكل تحبيه، ولو حابة تفتحها كده فتحة من جوه وتحشيها شوكولاتة يبقى أجمل وأحلى بكتير اهو زي ما انتم ما شايفين. طبعا أي نوع شوكولاتة غير نوتيلا عشان نوتيلا مقاطعة اهو زي ما انتم ما شايفين كده.
الشوكولاتة بتديها طعم حلو قوي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك وتصلوا على النبي وتعملوا شير للفيديو ده.